هنعمل النهاردة حلا سهل صحي من غير دقيق ولا سكر ولا حليب ولا زيت ولا زبدة ولا أي دهون. هيكون مناسب لحساسية الجلوتين والألبان وطعمه بقى تحفة. يلا بينا بقى نبدأ على طول، بس ما تنسوش يا حلوين لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تتابعونا وتشتركوا في القناة. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. هيكون معايا بطاطاية صغيرة نسلقها أو نشويها ونهرسها كويس بالشوكة، يعني حوالي كده نص كوباية من البطاطا المهروسة، وهنحط عليها معلقتين كبار او 3 من العسل الاسود. انا زودت معلقتين كبار من العسل، وكان بالنسبه لي كده التحليه مظبوطه جدا. وكمان البطاطا بتبقى مسكره، لكن لو البطاطا بتاعتكم مش مسكره او انتوا حابين تزودوا نسبه التحليه فزودوا معلقه كمان او 2 من العسل، واستخدموا عسل اسود او عسل ابيض مفيش مشكله. وزودت كمان بيضه، فانيليا، رشه من القرفه، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وقلبت كل ده مع بعضه كويس. وهيكون معايا 3 معالق كبار من جوز الهند الناعم. ده كان جوز هند خشن فنعمته في الكبة، لو جوز الهند بتاعكم ناعم استخدموه على طول. وقلبت كله مع بعضه كويس. ممكن كمان تزودوا مكسرات، سوداني، زبيب، كل ده هيبقى حلو قوي. طبعا القوام كده كان تقيل شويه فخففته بشويه ميه، وطبعا ممكن تستبدلوا الميه بحليب، بس انا عامله الوصفه تناسب حساسيه الجلوتين والالبان فانا عاملاها بالميه. زودت حوالي ربع كوباية من المية، وده كده بيكون القوام بتاع الخليط. وهنصب بقى الكمية دي كده في قالب صغير، طبعا دي كمية صغيرة فهنحتاج قالب صغير. انا صبيت الكمية في قوالب الكب كيك الصغيرة دي، حطيت كده معلقتين في كل واحدة. وممكن كمان بقى تضاعفوا المقادير وتحطوها كده في صينية صغيرة، هيبقى حلو جدا. وممكن تزودوا على الوش زبيب او سوداني او اي مكسرات، وندخلها بقى الفرن درجة حرارة 180 لغاية كده ما نلاقي الوش بتاعها نشف وخد لون حلو من فوق. نقفل بقى ونطلعها لغاية ما تبرد، وبألف هنا وشفا. ريحتها بقى في الفرن كانت تجنن. البطاطا اصلا بتدي للحلويات طعم وريحة تحفة، وقوامها كده بين الكيكة والبسبوسة، والطعم بقى في حتة تانية خالص، طعمها بجد تحفة. والاهم من كده مكوناتها كلها صحية، حلوة قوي للاطفال او في اللانش بوكس في المدرسة. جربوها بقى، وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. نتقابل على خير، مع السلامة.